مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس بعد الخسارة الغريبة. منتخبنا الوطني يودع كأس آسيا 2023 بانتظار أمير العمارة. أمير تفضل. هارد لك أمير. تسلم. كلام لك، ماكو أي كلام، يعني الحزن واضح. والله ما ادري شنو اقول. طبعا مباراة صعبة. شنو صار آخر ثواني؟ الطرد أثر آخر ثواني. يعني وايد اخطاء فردية، انا سويت خطأ، رجعنا بالمباراة. طبعا الطرد يأثر شوي، بس مو هذا اللي نهت المباراة. وباقي دقيقتين مفروض نلعب أذكى، يعني لعبنا 15 دقيقة قدرنا نشتغل صح. دقيقتين يعني فقدنا كل شيء وراحت من ايدنا. ايضا بالشوط الاول ضاعت الكثير من يعني الكرات والتمريرات، حتى يعني ما اريد الومك على كرة الهدف، الجميع ممكن اخطا بعض الكرات. طبعا انا خطأ فردية تصير بالكرة القدم، بس انا مسؤول، يعني اخذ مسؤوليتي عن هاي الكرة. هاي خطأ تصير، بس على مستواي انا يعني ممنوع يصير هذا الخطأ، وانا اتحمله طبعا. وحطيت فريق بموقف صعب، بس لكن رجعنا للمباراة. شو تقول للجمهور؟ طبعا اعتذر منهم، لكن احنا العراق، والعراق دائما يرجع، وراح نرجع ان شاء الله. طبعا اشكرهم على دعمهم طول البطولة، دائما يدعمونا وين ما كان. وان شاء الله راح نرجع نكون افضل واحسن. قوي وانت دائما شجاع. شكرا امير، بالتوفيق. زيدان اقبال.